شي اول ما تتشوي كده من ناحيه كده زي ما انت شايفه كده، كلها تكون كده ايه مشويه كده، بس ما تسيبهاش تنشف، يعني يا دوب تتشوي كده، تقلبيها على الناحيه التانيه، تاخديها تحطيها في التنجيح بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وهنا وفضل كثير من الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل النهارده سمك مشوي، بس مش هشويه في الفرن كالعادة، أنا بشويه في الفرن، فرن الغاز اللي هو بتاع الأنبوبة. النهاردة بقى أنا هشويه على البوتاجاز، فوق البوتاجاز. أنا طبعا مش هعمله باللي فيه. أنا نضفته من جوه وغسلته، وغسلت الرول دماغ بتاعته وعملتها كده وغسلتها، وعطيته شطفة برضو من بره كده، شطفتين تلاتة، وشلت كل اللي جوه، المعدة اللي جوه كلها شلتها وغسلتها. هنا حوالي 3 بصلات، عليهم معلقة ملح بس مش مليانة، يعني عشان احنا لسه برضه هنملحه تاني، ومعلقة فلفل أسمر صغيرة، يعني معلقة ملح بس مش مليانة، معلقة يعني قولي مثلا ايه، معلقة ونص صغيرة ملح، ومعلقة فلفل أسمر. هو بيحب طبعا فلفل أسمر كتير. أنا ممكن أحط شوية كزبرة خضراء، بس أنا مش عايزة أحط عود كزبرة خضراء، أنا عايزة أحس بطعم البصل مع الملح والفلفل. هاخده بقى أحشيه، هحشي كل يعني واحدة أخدها أحط فيها ايه حبة كده، مش كتير، حبة كده. بصي انا حشيته كله اهو، اهو بالبصل اهو، والملح والفلفل. على فكره انا ما شلتش القشور اللي بره دي عشان يستحمل الشوي، القشور اللي بره دي انا ما شلتهاش. انا بس نضفت بس معدته وشلت معدته كلها باكملها كده وغسلت. فانا دلوقتي هحطه في التلاجة عشان الدنيا حر طبعا لحين استخدامه. هنشوف احنا ايه هنعمل ايه وهنكمل ازاي واحنا مكملين. بصي يا حبيبتي بقى، دي الدقه بتاعت السمك. توم، هنقي توم رفيع. اللي علمتني بقى ان انا انقي توم رفيع لشوي السمك سلفتي الكبيره، الله يمسيها بالخير يا رب ويتم شفاها. قالت لي التوم يا هند، لما يكون رفيع خليه لشوي السمك، لان احنا بندقه صحيح، لكن التوم اللي هو اللي بنقشره ده للسمك العادي اللي هو المقلي والصينيه وكده. علما بان انا ساعات بفصص التوم للسمك المشوي برضه. هنا معلقتين، حوالي راس توم رفيعه كده، خليت التوم الرفيع كده للمشوي عشان هدقه زي ما هو، غسلته برضو وهدقه زي ما هو. وهنا معلقتين ملح، دول معلقتين ملح، معلقه كمون، دول معلقتين ملح صغيرين، معلقه كمون صغيره، حوالي قرن فلفل حامي، ودي معلقه صغيره من اللي هي البهارات الجمبري اللي انا كنت عاملاها، ارجعوا للفيديوهات هتلاقوها، بهارات الجمبري اللي انا عاملاها بتاعت السمك دي مخصوصه للسمك. هاخدهم بقى ادقهم كلهم مع بعضهم كده واخليهم دي التحديقه بتاعت السمك. دي الصاجه من الصاج اللي انا جايباه من عند الشيف علي اخويا. هو كان عاطيني كام صاجه كده كبير وصغير، فبشوي عليهم. دي الكبيره، انا حطيتها على النار لحد ما سخنت خالص ولعت. هدهنها بقى زيت وارص عليها السمك بعد ايه ما ما اعمله في الدقيق او في الرده، اي حاجه، يا دقيق يا رده اي حاجه. بصي يا حبيبتي، دي النخاله اللي بتيجي اللي هي بتاعت زي بتاعت اللي هي اللي بتيجي من على الدقيق اللي بندخل بيها الدقيق دي، اللي بيطلع من الدقيق، النخاله اللي بتطلع، الدقيق بينزل ودي اللي بتطلع لما بتدخلي في منخل حرير اللي هو الناعم خالص ده، دي اللي بتطلع. حطيت عليها شويه دقيق اهي، مش كلها رده. وهاخد بقى كده، هعمل كده، وبعد ما ادهن زيت الصاجه هروح رصها. بصي يا حبيبتي اهو الدقه بعد ما دقيتها اهي،
وهنا عندي شغال هشوف هقلبه كده. هحط الدقه دي بقى في شويه ميه، بس مش ميه ساقعه، ميه دافيه كده بس ما تكونش سخنه. اخد بقى واملح على طول، تاخدي تملحي على طول. بصي يا حبيبتي ادي الدقه اهي، انا دقيت اهو. ده على فكره مكان ميه البصل. البصل كان مكان ما حشيت كان فيه ميه كتير بقى بالملح بالفلفل بتاع حطيتها، كان حوالي شويه كده يعني ربع كوبايه كده حطيتهم، استخسرتهم. دي حته بصلايه كانت فيهم برضو. حطيت عليهم، عصرت عليهم ليمونه وحطيت عليهم معلقتين خل، ليمونه ومعلقتين خل وشويه ميه مش كتير. بصوا ريحتها جميله. اخد السمك بقى من كده من على الصاجه واحطه فيه. حبيبتي بالسكينه كده، سكينه تكون كبيره شويه مبططه. دي طبعا مكان الشوي ما بقلب، يعني الاسود اللي في السكينه ده مكان ما بقلب. تعملي كده اهو، تروحي قلبه كده اهو، شايفه؟ تقلبي كده ايه، السكينه تكون مبططه كده بحيث ان هي ايه، او اي حاجه بقى تستريحي لها عشان ما يتهريش. انا حبيت اوريكم ايه الحاجه دي. احنا مكملين. بقول لكم ايه، ما تيجي نعمل شويه فلفل بطماطم، ايه رايكم؟ بيبقى حلو كده جنب الرز والسمك. هنا حطيت حوالي معلقتين زيت كبار في الطاسه، وهنا عندنا كام قرن فلفل، حوالي 5 6 قرون اهو. خرطتهم، غسلتهم وخرطتهم، شلت القماع طبعا. بصي يا حبيبتي الفلفل اتحمر اهو، نص معلقه فلفل مفروم، سوري عفوا، نص معلقه ثوم مفروم هحطها هنا تصفر، وبعدين نحط الطماطم متخرطه. الفلفل حراق على فكره حامي، عشان كده هخرط بقى الطماطم واحطها على طول قبل ما يحمر، قبل ما الثومه تحمر، يعني مجرد كده خلاص كده انا بقى احط طماطم اهي وعليها شويه ملح اهي. اسيبها بقى لما يغلوا مع بعض بقى، وطيت النار، هديت النار واسيبهم بقى مع بعض بقى، نار متوسطه. لما يستوي بقى هغطيه دلوقتي واسيبه لما يستوي. ملح بس، ما حطيتش اي توابل تانية. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ادي السمك اهو، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ بصوا من كل ناحيه، من كل جهه، بصوا شايفين كله كده. بصوا اهو السمك كله بسم الله ما شاء الله بالمنظر ده من كل ناحيه اهو. اهو برضو ده اهو، شايفين؟ اهو من كل ناحيه بسم الله ما شاء الله اهو. اهو السمك شايفين؟ ودي الفلفل انا حبيت اقدمها بالطاسه كده، اسمها طاسه الفلفل. احلى طاسه فلفل بقى تفتح النفس. وده الرز عملته حبه وحبه. ودي السلطه، على فكره انا حطيت للسلطه عود شبت مع الخضره، بيخلي طعم السلطه تحفه، بيخلي طعم السلطه تحفه. وعلى فكره اول ما تخرطي السلطه تحطيها في التلاجة عشان الدنيا حر، ما يعني تدبل كده في الحر. فاول ما تخرطي السلطه عودي نفسك تحطيها في التلاجة، حتى في الشتاء بحطها برضو في التلاجة، وبطلعها قبل الاكل بشويه. لو عملتيها ساعه الاكل خلاص مش مشكله. ايه رايكم بقى في الغدا الحلو ده؟ اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. بصوا السمك وريحته جميله جدا، والسلطه والفلفل. طبعا النهارده احنا مش محتاجين مخلل، ما رضيتش احط مخلل لان كفايه علينا طاسه الفلفل دي والسلطه. كانت معاكم هند عباده، فنون اكلاتي في قناتي. يا رب ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وكومنت منكم حلو كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.